لو نوع السينما جالها فيلم مصري في مشاهد قد تكون خالده، ولكن زي ما اتفقنا مش بطريقه تبقى تتعرض على التلفزيون المصري. والله اقول لك على حاجه، هو اصل رقابه في التلفزيون المصري. انا مش انا الرقيب، يعني الفيلم بيجيني بعد ما بيمر على الرقابه، مش انا اللي بعرف. يعني حتى ما تحاولش مثلا لو فيلم كويس وتقول عليه لا ما تحاولش انك تخليه يتعرض على حسب وجهه نظر الرقيب. طبعا في حاجات كتير ندخل في مناقشات مع الرقابه ونوزعهم مع بعض، بس كمان في حاجات الرقابه بتقول فيلم انت ما بتقدرش فيلم. خلينا نتحرك لنقطه ثانيه. بيقال او في كلام او في وجهه نظر في الشارع المصري ان السينما بتعمل بطريقه لوحدها، الاعلام كبرامج بتعمل لوحدها، والحكومه المخططه بتعمل لوحدها. مش شايف حضرتك ان هو المفروض يبقى في وحده ويبقى في تكاتف ورا ان المفروض ان السينما والاعلام او البرامج ولا ايا كان ده من الادوات اللي بتوصل مخطط البلد او مخطط الحكومه للناس. او يعني مثلا على سبيل المثال لو عندنا مثلا بطاله عايزين نتكلم عن بطاله عايزين نتكلم زي ما بيحصل دلوقتي مثلا في الموضوع بتاع زي السكان، دلوقتي بقى في حملات اعلانيه و ان احنا بنحس الناس ان اهدوا الخطه شويه. فهل حضرتك مع ولا ضد او شايف ولا مش شايف ان كل واحد يعمل اتجاه بعض؟ هو الافلام الموجهه دي يلزمها معلم، يعني تعمل فيلم توجيهي، تعمل فن يوجه الناس، ده مش اي حد يقدر يعمل الموضوع ده. يعني شوف مثلا رد قلبي، شوف رد قلبي ده فيلم ينصر الثوره، شوف اتعمل ازاي، انت مش حاسس ان ده فيلم توجيهي؟ شوف الناس بتاعتها ازاي حسوا تعاطفوا مع هذا الجنيني، ازاي كرهوا الباشا وكرهوا اخو انجي وعيشوا انجي لانها متعاطفه مع النمر مع طبقه الغريب. طب احنا بالفن ده انت تقدم، انما الافلام اللي هي اتعملت علشان تحديد النفس والافلام الحاجات دي كلها مرت مرور الكرام ما اثرتش في الناس، ضحكوا وخلاص. انما طبعا انا مع مبدا ان الدوله تساند السينما، لان السينما ده اقتصاد جزء من الاقتصاد القومي بتاع مصر اللي انت تقدر، يعني هي الصناعه الوحيده اللي بتتعمل بنسبه 100% هي السينما، صناعه مصريه 100%. احنا ما عرفناش نعمل كده، بس احنا نعمل سينما والناس عايزين السينما بتاعتنا. طب ما نعمل كم من الافلام خيالي ونعمل مره اخرى للانتاج الغريب بتاع السينما علشان نبيعه. هو زي ما حضرتك قلت، يعني هو مفيش مجهود بيتبذل ان انا ادور على ورق طريق، فاحنا يمكن يكون عدد الافلام موجود ولكن مفيش الاختراق الجيده يعني. فهو احنا بالتالي طالبين ندفع شويه في السيرفر ده السينمائيين بقى. لا طبعا. طيب المواطن المصري لا يمكن يبعد عن التلفزيون، يعني اكتر حاجه بيعملها في حياته بيتفرج على التلفزيون، يعني متضايق يتفرج على التلفزيون، فرحان بيتفرج على التلفزيون، ينام بيتفرج على التلفزيون. ايه المشاهد المصري المفروض يستناه من التلفزيون الفترة الجاية؟ او ايه الاتجاهات اللي المواطن المصري المفروض يستناها من التلفزيون؟ لا ايه يعني مثلا على سبيل المثال زي ما بقول لحضرتك ان الدولة تتحد مع السينما ومع هل مثلا نختلف ان احنا بطالة، نتكلم عن البطالة شوية، نوعيهم ثقافيا؟ يعني انا عارف ان في يعني زي تغير سياسي. حضرتك بتقول انه ماذا يجب ان يقدمه التلفزيون للمشاهد ولا ماذا ينتظر المشاهد؟ ماذا يعني يقدمه التلفزيون للمشاهد؟ هو طبعا التلفزيون دوره او الاعلام بشكل عام دوره معروف، يعني يجب ان انت تبث الطاقه ايجابيه داخل المشاهدين وخاصه الشباب للنهوض بالبلد. فكل ما كان عندك برامج بتحث او عندها قدره على انها تعمل ده يا ريت. طبعا احنا بنفتقد هذا النوع من البرامج. يعني انا بتصور ان احنا مدينه في مصر كم من البطاله بمصطلح خيالي، ولدينا رجال اعمال في مصر على درجه عاليه جدا من الحب وجلال هذا البلد والانتماء، ونفسهم يقدموا حاجه. نفسي احنا برنامج يعمل ده يخلي في نقطه التقاء بين الطاقات اللي موجوده عندنا في البلد وبين رجال الاعمال اللي لديهم القدره على انهم يمدوا ايديهم للشباب العاطل ده عشان يبداوا يوجدوا لهم فرص عمل. بالتالي الفكره الرئيسيه هي الحل الوحيد لحل المشاكل في مصر دلوقتي يعني. اتمنى ان التلفزيون يقدر يعمل ده بالحصول. حضرتك اشتغلت في فضائيات ما يقارب 15 عام، وحضرتك ابن التلفزيون المصري ورجعت تاني اشتغلت في التلفزيون.
انا عايز الشباب وهي بتتفرج عليها تستفيد من خبره حضرتك. ممكن تحكي لنا يعني ايه الفرق بين ده وده؟ يعني ايه الفرق انت شغال في بيتك وايه الفرق انت محترف شغال محترف؟ يعني ايه هو مش فرق كبير، هو بس الفضائيات اتاحت لنا فرصه الحقيقه من الخبره ومن الحريه لم تكن موجوده في التلفزيون المصري. يعني وقت انا رحت اشتغل في الفضائيات لك تتصور اني كنت بحلق باجنحه بافكاري. يعني عمري ما قلت فكره اقول لي لا، عمري ما كان عندك فكره ومفيش امكانيات انك تحققها. ده كان مفتقد لوقت طويل في التلفزيون المصري. النهارده الوضع اتغير. احنا ليه رجعنا نبني التلفزيون المصري؟ لان اصبح نظره التلفزيون دي نظره شديده جدا في انك تقدم ان يتمتع التلفزيون بهذا القدر او المساحه دي من الحريه. فده حصل الى حد كبير. الفضائيات عندهم حسابات، الفضائيات الخاصه عندهم حسابات واضحه ليك وليهم. حينما تقدم عمل وتنجز وتنجح هتكون عنصر هام لديهم. لو تخليت عن هذا المبدأ الأمم مش احتياج ليك. فقيمة العمل في القطاع الخاص فضائيات معظمها حاجات خاصة يعني كانت أعلى من انك تشتغل في مكان حكومي. يعني بنشوف في بعض النماذج للناس الحكوميين أولا المخرج مثلا التلفزيوني أو المعد التلفزيوني أو المذيع ما ينفعش يبقى هو بيحارب عشان يتواجد في مكانه. لازم المكان اللي يكون بيحارب عشان انت تتواجد فيه. كل ما بتنجح كل هو المكان ما بيكونش فيه حضرتك. عمر زمان بيحلم بايه على مستوى القناه؟ وبعدين بتحلم على ايه؟ بتحلم بايه مستشفى؟ هو بالنسبه للقناه طبعا انا يعني عندي حلم كبير في ان احنا يوما ما ننجح في انتاج افلام سينما. يعني القناه الاقيها الميزانيه انها تشارك في انتاج افلام سينمائيه وموضوعات كبيره تليق بالجهاز الحكومي و100 سنه سينما بجد ان احنا نشارك في انتاج افلام سينمائيه. على المستوى الشخصي يعني انا بخاف بشكل مستمر. يعني بشتغل وانا خايف، بخاف دايما من الفشل. فنفسي اهدى شويه وابطل خوف واشتغل من غير خوف. عايزين طبعا حضرتك ان انت تشتغل كويس جدا واحنا كل ما اتوقع ان ده اخر سؤال، بس انا حبيت اشيل السؤال اللي بعديه الاخير خليته هو الاخير لسبب لان هو مهم جدا بالنسبه لكل المشاهدين. ماذا تترك مع الفنان؟ لما احس بانه لم يعد هناك جديد اقدر اقدمه او احس باني اصبحت عنصر يعني غير فعال غير ممكن وجودي غير ممكن. يعني انا كنت بعمل زمان حاجه اسمها ساعه طاقه. في لحظه كنت عندي طموح لاني اطور في البرنامج واكبره ويبقى حاجه ثانيه خالص اكتر من اللي فيه. لما حسيت اني خلاص عملت فيه كل الحاجات فالمهم بانه تكرار النجاح فشل. فما حبيتش اكرر النجاح تطور. مشكورة جدا. الله يخليك.